السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام مرام. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده كما كتشاهدوا معايا كاقتراح. غادي نحضر معكم وصفه سهله وبسيطه كتجي لذيذه، غادي تكون بالبطاطا والبيض كما كتشوفوا معايا. وصفه اللي اقتصاديه كتوجد في 10 دقائق كوجبه للغداء او العشاء. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو كما العاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تشجيعاتكم، تعاليقكم محفزه اللي كتهمني. واللي اول مره غادي يزور قناتي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك باش يتوصل بكل هو جديد، طبعا فضلا وليس امرا. وبسم الله على بركه الله نمر مباشره للمكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. هنا احتاجيت 3 ديال الحبات ديال البطاطس بعد ما غسلتهم قشرتهم. كنحاول انني نقطعهم شرائح اللي كتكون رقيقه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. علاش شاركت معكم الطريقه ديال التقطيع؟ بالنسبه للكميه كتبقى على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. انا استعملت هنا 3 الحبات كما كتشوفوا، ماشي صغار ماشي كبار، متوسطين. اهم حاجه انكم تقطعوا رقاق بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. بنفس الطريقه غادي نكمل. هنا وصفتنا غادي تكون كذلك في الكوكوط، كتوجد في 10 دقائق كما قلت لكم. خديت طنجره ديال الضغط اللي وضعت فيها كاس ديال الماء بقياس كاس العنبه، وحبه ديال المطيشه اي الطماطم اللي كبيره. نتوما يمكن لكم ديروا 2 صغار. صافي خديت داك الحبه ديال المطيشه قسمتها على 2، ضروري تحيدوا لها الزريعه، وكنحكها في الحكاكه الرقيقه كما قلت لكم. نتوما الا كانت عندكم مطيشه صغيره غادي ديروا 2. صافي هنا كنحتاج لواحد ربيع كاس ديال الزيت. انا استعملت فقط زيت المائده، يمكن لكم ديروا خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده. بالنسبه للتوابل كنحتاج راس معلقه صغيره ديال التحميره، كذلك راس معلقه صغيره ديال الابزار، وراس معلقه صغيره ديال السكينجبير، والقليل ديال الخرقوم. ما تكثروش التوابل بزاف في هذه الوصفه هذه، والملحه كتبقى دائما حسب الذوق. غادي نضيف هنايا الثومه بودره. نتوما ديروا واحد الفص ديال الثوم يكون طري، تحكوه او تقطعوه كيبقى لكم الاختيار، والقليل ديال القزبر ومعدنوس. واحد شويه غادي نخليه حتى الاخير عاد نضيفو. صافي ندمج هاد المكونات هكا. وصفه اللي ساهله وكتوجد في اخر لحظه هكا في نهايه الاسبوع. ما كيكونش اللحوم هكا ولا كتلف لكم شنو ديروا. صراحه كتوجد في 10 دقائق. صافي كناخذ داك البطاطا او البطاطس بعد ما قطعتها لشرائح اللي رقيقه كما شفتوا، باش ما كتاخذش معنا وقت اللي هو طويل في الطياب. نحاول انني نقادها بهذا الشكل هذا، تجي مقاده، ما ديروهاش بشكل عشوائي. وبنفس الطريقه يمكن لكم ديروها في الطاجين او في الفران، كيبقى لكم الاختيار. المهم الكوكوط كتسرع علينا هكا الوقت ديال الطياب. في هذه المرحله غادي نسد على الكوكوط، ندير الصفاره ونحسب لها 10 دقائق. من تبدي تصفر الكوكوط نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليها النار، من بعد ما كتكون النار مهيله بالطبع. هانتوما هنا من بعد ما بدات الكوكوط كتصفر غادي نقص النار تكون مهيله، نحسب 10 دقائق ونطفي عليها. هذا هو الشكل ديال الوصفه ديالنا كما شفتوا. هنا طايبه البطاطا وباقي واحد شويه ديال المرق، نخليو داك الشويه ديال المرق غادي نقول لكم علاش، كميه اللي هي قليله. هنا غادي ناخذ 3 ديال الحبات ديال البيض، وكما قلت لكم البيض والبطاطا على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. غادي ناخذهم هكا نخلطهم شويه على داك الشيء قلت لكم، خليو المرق فيها باش يطيب البيض. غادي يجي هو هذاك. نحاول نوزعوها هكا بالتساوي من الفوق. النار كتكون مهيله. نضيف داك الكميه ديال القزبر ومعدنوس اللي تبقات لي في الاخير، وغادي نضيف 3 ديال الجبن شرائح. مرحله اختياريه، يمكن لكم تضيفوهم او تستغناو عليهم، ولا الجبن مبشور اللي كان عندكم متوفر، ولا تكتفيو فقط بالبطاطا والبيض. انا فقط باش نحفز هكا الوليدات ياكلوها. كما كتعرفوا الوصفه اللي ما كيكونش فيها اللحوم صعيب باش يتقبلوها. كما كتعرفوا كلشي راه غالي، الدجاج غالي، اللحم غالي، كلشي غالي. هاد الوصفه هكا كاقتراح كما قلت لكم الوصفه للغداء ولا العشاء، وراه كتوجد اهم حاجه بسرعه نغطي عليها، ما نبلعش ليها فقط هي باش داك البيض يطيب كما كتشوفوا معايا ويذوب داك الجبن من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا كتجي لذيذه، كتجي معلكه. وكما قلت لكم نفس الطريقه يمكن لكم ديروها في الطاجين ولا في الفرن. هي فقط كما قلت لكم الكوكوط كتسرع لينا هكا العمليه ديال الطياب.
خصوصا هكا النساء العاملات ولا الطلبه والطالبات اللي بعاد على البيوت ديالهم، الازواج اللي بعاد على الزوجات ديالهم، هكا ساهله كتوجد في اخر لحظه وكتجي بنينه. نتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا كنتوا عاد ما درتوش اللايك ما خسرتوا والو، ديروا لاختكم واحد اللايك فقط، كنقول لكم تشجيع الفيديو باش يقترحوا اليوتيوب على اعداد اكثر من الناس. شفتوا كيستحق بارطاجوه مع الاهل والاحباب ووسائل التواصل باش تعم الفائده. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، كنشكركم وكلمه الشكر قليله في الحق ديالكم، ومع السلامه في وصفه جديده ان شاء الله.